انا اتكلم بقى. يسقط حكم العسكر. ايوه بنهتف ضد العسكر. بيشرفنا طبعا كلنا النهارده ان احنا نبقى جايين في بلدنا في مصر، عشان انا شويه ببقى قلقان من الفكره بتاعت انه احنا رايحين نفك الحصار عن بورسعيد. بورسعيد هي مصر، شعب بورسعيد هو شعب مصر، واللي بيحصل في بورسعيد هو اللي بيحصل في ميت بشار في الشرقيه، وهو اللي بيحصل في العمريه، والمتهم فيهم واحد. اللي بيقسم مصر هو واحد، اللي بيقسم مصر هو اللي احنا خرجنا من 25 يناير 2012 ننادي بسقوطه. اللي بيقسم مصر هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي مهتم انه يفرقنا كلنا. يسقط حكم العسكر. احنا النهارده هنا عشان نقول اللي بيحصل مع بورسعيد، واللي بيحصل في ميت بشار في الشرقيه، واللي بيحصل في العمريه ما بيعملش اي حاجه غير انه، واللي بيحصل في سينا، واللي بيحصل مع البدو، واللي بيحصل في النوبه ما بيعملش اي حاجه غير انه كل يوم بيزود جرائم المجلس العسكري. جريمه جديده، جريمه جديده مش هنسيبها تمر بدون عقاب. جريمه جديده معاها ما نقدرش نقول ان هيبقى في خروج امن. مفيش في مصر خروج امن لمجرم. المجرم هيتحاسب. القصاص القصاص. بالقرآن الراس بالراس. القصاص القصاص. بالقرآن الراس بالراس. المجرم اللي قتل الناس في الاستاد هو نفس المجرم اللي طلع بعديها وقال انا مش فاهم المصريين ساكتين ليه. المجرم بالنسبه لنا معروف. المجرم بالنسبه لنا معروف، والمجرم مش هو مدير الامن، والمجرم مش المحافظ، والمجرم مش وزير الداخليه. ومش هنقعد كل مره نسيب الحمار ونمسك في البردعه. احنا عارفين ان المجرم هو الحمار. اللي بيحصل الحمار المشير طبطاوي. اللي بيحصل كل يوم ممكن نشيل اللي حصل. بيأكد لنا لا والله اللي بيحصل كل يوم بيأكد لنا ان احنا صح. بيأكد لنا ان احنا قوتنا بتزيد كل لما العدو بتاعك شراسته تزيد. كل ما تعرف ان انت اقوى، كل ما تعرف ان هو خايف، لان كل يوم بيعمل جرائم وعارف انه هيتحاكم عليها. عارف ان احنا مش هنسيبه يمر بدون محاكمه. عارف ان القوه الرئيسيه في مصر هي قوه الشعب، قوه ال80 مليون اللي ما قبلوش ان يحكموا المستبد، ومش هيقبلوا ان يحكموا عسكري فوق ال80. احنا الشعب الخط الاحمر. يسقط حكم العسكر. احنا الشعب الخط الاحمر. مصر ايوه بنهتف ضد العسكر. ايوه بنهتف ضد العسكر. يسقط حكم العسكر. مصر مش هنقبل انها تتقسم وتبقى 100 حته. مصر مش هتبقى مسلمين ومسيحيين. مصر مش هتبقى بورسعيد والشرقيه واسكندريه. مصر لا دام